مساء الخير على كل متابعين قناة ميكانيك الصعيد. فيديو النهاردة معلومة على السريع عشان تعرف إذا كنت هتعمل شمبر ولا عمرة. من أحد أسباب نجاح الشمبر أو فشله، أولا مبدئيا في ناس بتسألني بتقول لي ينفع أعمل شمبر أو عمرة؟ طب ينفع أعمل شمبر بس ولا لازم عمرة؟ كل الموضوع متعلق بالشميز وبالبستم، بالشميز وبالكرنك تحت. طول ما انت عندك الشميز والبستم والكرنك كويسين تقبل معاك شمبر. بس عايز اعرف الشمبر هينفع معايا ولا لا. ده فيديو النهارده، يعني انا بركز في معلومة النهارده ازاي اعرف اذا كان الشمبر هيبقى ناجح معايا ولا لا. ده الشمبر القديم، ده الشمبر القديم اللي انا بشتغل عليه. ايه البدايه والنهايه بتاعت الشمبر؟ لازم تنزل الشمبر بالبستم عشان البستم هينزل لك الشمبر كويس. الشو ده ماسك سنه عشان خاطر مفيش زيت في الموضوع. شايفين البدايه والنهايه دي واسعه جدا، واسعه جدا. البدايه والنهايه بتاعتي الطبيعيه المفروض تنزل ورقه فيلر، اصغر ورقه في الفيلر، يعني ما تعديش ورقه خمسة. يعني المفروض يبقى فيه تنوير حاجه بسيطه. التنوير حاجه بسيطه ده يخلي العربيه لما بتسخن بيتمدد البوش الخفيف ده خالص وبيقفل خالص مع التمديد، وبيسمح بيدي اريحيه للزيت انه يغري تحت البستم. على فكره الثلاث شنابر بياخدوا زيت، بياخدوا تغريد زيت من اول شامبر بتاع الزيت، بياخدوا تغريد زيت الثلاث شنابر. اللي يقول لك الشامبر ما بياخدش زيت مخطئ في الكلام. الثلاث شنابر بيبقى تحتيهم زيت اثناء طلوع ونزول البستم. تمام كده. انا عندي الخانه دي زي ما حضرتك شايف واسعه جدا. طب هنشوف الشامبر الجديد هل هيكفل الخانه دي او لا. خليك معايا. ادي الشمبر الجديد، هعمل مقارنة بين الشمبر الجديد والقديم. لو الاتنين فتحة واحدة يبقى الشميز عندي ده مش هينفع. لو الشمبرين فتحتهم واحدة يبقى الشمبر، طقم الشمبر في العربية دي مش هيبقى ناجح. انزل شايفين الفرق؟ الفرق واضح جدا. الفرق ده يشتغل معايا 10/10، انما الفرق اللي جوه ده القديم اللي يخلي العربية تشد معايا زيت وتطلع معايا زيت على البوجيهات وتضرب بخارة من الكوعة بتاعة الزيت. يا ريت اكون قدرت اوصل لك معلومة مفيدة ليك. يا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وبشكر كل الناس اللي بتدي تعليقات إيجابية وبتشجع. شكرا فعلا على نبل أخلاقكم. يا رب أقدر أوفي كلامكم الحلو ده، إن أنا أعمل لكم فيديوهات كثيرة مفيدة ليكم. شكرا بجد. ممنون جدا لكل الناس اللي بتشجعني وروحها حلوة. شكرا لكل المتابعين.